السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان الأقوال التي قالت بعبودية يسوع وأنه عبد ورسول الله من الكتاب المقدس. إنجيل يوحنا 17:3 يقول النص: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني لا إله إلا الله، المسيح رسول الله. إنجيل متى 23:9: ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات، لا يوجد لكم أب على الأرض، الله في السماوات فقط. إنجيل يوحنا 35 يقول النص: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. يسوع يقول: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إنجيل متى 19:26 يقول النص: فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. إنجيل مرقس 10:17 يقول النص: وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله فقط هو الصالح. يسوع يقول: أنا لست بصالح، الله فقط هو الصالح. يسوع عبد لله وليس هو الله. إنجيل يوحنا 20:17 يقول النص: قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يسوع يقول: إني أصعد إلى إلهي، فهل الإله له إله؟ إنجيل يوحنا 48 يقول النص: ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. وأنا إنسان. يسوع يقول: أنا إنسان، لم يقول أنا الله، بل قال أنا إنسان. أعمال الرسل 2:22: وهذا السفر كتب بعد أن تمجد يسوع بعد الصلب. شوفوا كاتب أعمال الرسل يقول إيه على يسوع بعد أن تمجد وصلب. أعمال الرسل 2:22: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. يبقى كاتب أعمال الرسل بيقول إيه؟ بيقول أن يسوع الناصري رجل. بعد الفداء والصلب المفروض أنه يقول أن يسوع الناصري إله، ولكن لم يقول أنه إله، بل قال أن يسوع الناصري رجل. إنجيل يوحنا 17:25 يقول النص: أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. أنت الله وأنا رسول. لم يقول يسوع أنا الله. إنجيل متى 7:21 يقول النص: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. تعالوا بقى نشوف كلمة رب إنها ليست بمعنى الله، لكن بمعنى معلم، وهذا يتضح من النص التالي في يوحنا 1:38. يقول النص: فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقال: ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث. يبقى رب بمعنى معلم. وأيضا إنجيل متى قال عن يسوع أنه معلم ونفى عنه الألوهية. هذا في متى 23:8 يقول النص: وأما أنتم فلا تدعوا سيدي،
لأن معلمكم واحد المسيح معلم، وأنتم جميعا إخوة. المسيح معلم وليس الله، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح. يبقى المسيح معلم، ولكن الله واحد في السماوات. أيضا بولس يقول أن المسيح معلم وليس الله. كورنثوس الأولى 8:4: فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحد، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب. لكن لنا إله واحد الآب. يبقى الإله الواحد هو الآب الذي منه جميع الأشياء، ونحن له. ورب واحد، اللي هو يعني معلم. ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. يبقى يسوع المسيح من كل هذه النصوص تقول أنه عبد لله وليس الله. يبقى إذا كان يسوع من الكتاب المقدس عبد لله، فلماذا عبده النصارى؟ نلقاكم الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.